لا وجود لفرنسا في القرن ال21 دون أفريقيا، قول للرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران، وهو محق. حسب دراسات أشارت إلى أن قوة فرنسا مستمدة من 3 عوامل: عضويتها الدائمة بمجلس الأمن، وقوتها النووية، ووجودها في أفريقيا الذي شكل ماضيها وحاضرها وسيشكل مستقبلها. فلقد بدأت فرنسا استعمار أفريقيا منذ القرن ال17، ثم نشطت في القرن ال19 في دول وسط أفريقيا بشقيه الشرقي والغربي كالسنغال وغينيا ومالي وساحل العاج، ثم الكاميرون وتوغو. وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية ضغطت الدول لنيل استقلالها، إلا أن قائد فرنسا تشارل دي غول كبلها بسلسلة اتفاقيات جعلت استقلالها منقوصاً، أشهرها اتفاقية الاستفادة من الاستعمار. فأفريقيا حتى يومنا تدفع ثمن البنية التحتية من طرق وجسور وسكك حديدية وموانئ ومنشآت تنقيب وتكرير البترول وشبكات كهرباء وهواتف وصرف صحي ومؤسسات التعليم والصحة التي كلفت فرنسا المليارات خلال الاستعمار. فهناك رأي يقول إنه لم يكن شرا مطلقا، ولولاه لما عرفت أفريقيا طريقها للحضارة. وعندما طالب رئيس غينيا سيكو توري بالاستقلال عام 1958 غادر 3000 فرنسيا بلاده بكل أملاكهم، وفتتوا حرفيا ما لم يستطيعوا حمله، كالمدارس وحضانات الأطفال والمباني الإدارية والسيارات والجرارات الزراعية والكتب والأدوية ومعدات مراكز الأبحاث، وذبحوا الخيول والأبقار في المزارع، والطعام في المخازن حرق أو سمم. كما وتجبر فرنسا 14 دولة أفريقية على دفع 50% من احتياطاتها من العملة الأجنبية، يعني أن نصف المبالغ التي تتاجر بها أفريقيا مع باقي دول العالم تذهب لخزينة البنك المركزي الفرنسي، والذي ضخ فيه قرابة 500 مليار دولار عاماً بعد الآخر من هذه العملات. وتفرض عليها استعمال عملة فرانس أفريك منذ 70 عاماً، وهي عملة تصك في فرنسا ومرتبطة بسعر صرف اليورو. والنتيجة أن ظلت اقتصادات المنطقة ضعيفة والناس فقراء، لأن المواد الخام التي ينتجونها لا يمكن تصديرها بسعر يتحكمون به لارتباط جميع السياسات المالية ببنوك تابعة لفرنسا، وكان البطش نصيب من طالب بغيرها. ففي عام 1964 قتل سيلفانو أوليمبيو، أول رئيس منتخب لجمهورية توغو، بعد 3 أيام من قراره طباعة عملة جديدة. وبعد كل هذه السنوات صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عام 2019 دعمه لعملة تنوي دول غرب أفريقيا طرحها وإلغاء ضريبة الخزينة. لكن ممثلة سابقة للاتحاد الأفريقي لدى أمريكا شككت بنواياه قائلة: كلام لن أصدقه حتى أراه مكتوبا. وبسبب كل هذا اقترح سياسي إيطالي على الاتحاد الأوروبي معاقبة فرنسا لدفعها الأفارقة للهجرة لأنها أفقرت قارتهم، وقال: لولا أفريقيا لأصبح اقتصاد فرنسا ال15 وليس من أول 6 بالعالم. برأيكم هل تستحق فرنسا كل هذه الامتيازات في أفريقيا؟ إذا أعجبك الفيديو وتود مشاهدة المزيد منه لا تنسى أن تعمل لنا فولو، لايك وسبسكرايب.